السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. تعالوا قبل ما نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده اليوم ده كان ايه، كنت جايبه سمك. ما كنتش يعني، انا ساعات بحب اروح اجيبه يعني من السوق عند امي وكده. بس انا كنت عايزه اجيب يعني وكنت عندي في البيت عندي، فجبت من واحد عندنا بصراحه حلو جدا ونضيف جدا. هو غالي شويه عن السوق اللي في المنطقه عند امي، بس بصراحه نضيف. وزي ما انتم شفتوا السمك انا يا دوبك اديته شطفه بسيطه بس. فكنت جايبة سمك بلطي وكنت جايبة جمبري، كان بقالنا كتير يعني ما كلناش جمبري، وقلت اعمله معاكم وصفة جديدة بقالنا كتير ما عملناهوش على القناة. المهم ايه، كنت جايبة البلطي ده يا دوبك ان انا شطفته شطفة كده وحطيته في المية، وهجيب ايه ليمون ليه انقعه فيه يعني وكده. مش بحب احط خل في السمك عشان السمك اصلا بيبقى لحمته طرية كده، فالخل بيهري يعني السمك. بالنسبة بقى للجمبري هشطفه واغسله كويس، ومش مش هحط فيه اي ولا خل ولا ليمون ولا اي حاجة، عشان ايه؟ الجمبري هيتهري مني. كنت جايبة اليوم ده السمك البلطي كان ب56، وكان الجمبري ب240. فالمهم بقى ايه، كان هو غالي شوية بصراحة، بس ايه، قلت يعني ادام انا رحت عند راجل وكده اشتريت. المهم ايه، نقعت ده في شوية مية وده كمان، وقلت ايه اروح اجيب ليمون. رحت بقى جبت ليمونه وكده وهعصرها كده على السمك، وهعصر بقى كده على على الجمبري بس 5 دقايق، وهفضي الميه ده عشان ايه ما يتهريش مني. هنا ركنت الجمبري على جنب، قلت بس اتبل السمك واخلصه، بعد كده اروح شاطفه الجمبري من الميه بتاعته، وايه عشان ما يتهريش مني في الليمون. المهم رحت جايبه بقى معلقه من البرطمان العظيم ده. قلت لكم قبل كده ان ماما اللي عاملاه لي بصراحه بينفعني جدا. خدت منه معلقه محترمه كده وحطيت عليها ليمون، واحط بقى ايه كمون وكزبره. وطبعا ملح. طبعا الدقة دي عبارة عن فلفل مع توم. وفيها برضو كمون، بس انا ايه زودت كمون وكزبرة عشان السمك ايه بيحب الكزبرة والكمون الكتير. ورحت مقلبة كده الدقة معاهم، وظبطت الملح وحطيت ليمون بس. وبعد كده بقيت اشطف كده السمكة واروح ايه حاطه لها كده التتبيلة. وطبعا هو السمك بالنسبة لي النهاردة وسط، فمش محتاج ان انا ايه، ان انا يعني افتحه في النص وكده. هو كده كده اوريدي ايه وسط معايا. فبمسك كده كل واحده بروح حاطه تتبيله ليها من جوه، وبحط كده من فوق على وشها. المهم ايه، كنت جايبه يعني اكله على قد اليوم بالظبط، يعني ما كنتش جايبه كتير ان انا ايه هاكله على يومين يعني وكده، لا هو كان في نفس اليوم. المهم هنا بقى كنت خلاص تبلت السمك وخلصته. شلت بقى السمك الجمبري كده من الميه اللي في الليمون، وبدأت كان انا اشطفه شطفة سريعة واطلعه واحطه في الطبق. هنضفه بقى واظبطه، وبعد كده ايه هركنه. اليوم ده بقى كنت عايزة اعمل حاجة حلوة بصراحة، وكنت ايه عايزة اعمل حاجة حلوة كده اقتصادية وسريعة وسهلة، وما تاخدش مننا وقت. عملتها قبل كده معاكم مرة على القناة بس من فترة كبيرة. هقول لكم برضو انا هعمل ايه دلوقتي. انا هعمل المولتن كيك او كيكة المج، يعني على حسب انتوا هتقولوا عليها ايه. بصوا بقى، هي مقاديرنا النهارده سهله جدا. 3 من كل حاجه. 3 بيضات، 3 معالق سكر، 3 معالق دقيق، 3 معالق كاكاو. تاني 3 معالق بيض، 3 معالق سكر، 3 معالق كاكاو، 3 معالق دقيق، و3 بيضات. طبعا ما تركزوش ان البيض عندي فيه صفرتين بس، هو مش كبير قوي فعشان كده استخدمت 3 بيضات. هو انا بصراحه المفروض كنت استخدم 2 بس هي الوصفه الاساسيه 3 بيضات. حطيت بقى هنا ال3 بيضات، وحطيت معاهم 3 معالق السكر، وحطيت كيس فانيليا، وبدأت كان انا اقلب. بصوا في ثانية هعمل حاجة حلوة تحفة بنشتريها من بره بأسعار غالية. هقول لكم برضو واوريكم المولتن كيك كده وهي ايه من طالعة وشكلها تحفة جدا، وهنعملها زي بتاعت بره بالظبط. ضربت بقى كده البيض مع السكر مع الفانيليا كويس، وبعد كده رحت جايبه الدقيق. بصوا احنا في كل بيت هتلاقي الدقيق، هتلاقوا مثلا بيض، هتلاقوا حاجات يعني دي كلها مقادير بسيطه، ولا قلت بقى زبده ولا قلت حاجات مكلفه ولا اي حاجه. حطيت بقى 3 معالق دقيق، ورحت جايبه بقى الكاكاو، حطيت برضو ايه 3 معالق كاكاو، اهو زي ما انتوا شايفين كده.
هتعملي الكمية دي هتعملي 2 من القالب الألمونيوم اللي محطوط ده، وحطيت نص معلقة من البيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر هو مادة رافعة عشان خاطر ايه، ترفع معايا، لان هو في الاول وفي الاخر كيك يعني. فهتعملي 2 قالب من الألمونيوم اللي موجود ده، بس القالب ده صغير، يعني لو انتوا بتشتروا المولتن كيك من بره في حجم بيكون صغير وحجم كبير، لا ده حجم الصغير. مسكت بقى العجينة، رحت قلبتها كويس، وجبت القالب، رحت حطيت له زيت ورشة كاكاو، وبعد كده رحت حاطة نص الكمية بس. طبعا نعمل حسابنا ان هي هترفع، فمش هنملاه للاخر. انا بقى ما كانش عندي الا قالب واحد، فقلت ايه خلاص هعمله واسويه واشيله، وبعد كده اروح ايه عامله التاني في نفس القالب. جبت بقى هنا، وده طبعا اختياري، كده كده هي هتسيح من جوه، ولكن انا بحب ازود كده الشوكليت من جوه. فرحت جايبه قوالب اللي هي الشوكولاته العاديه. بصوا كده، اي شوكولاته مطبخ، اي حاجه عندك، حطيتها كده ودخلتها كده من جوه عشان خاطر ايه لما تيجي تسيح ما تلزقش ايه في الطاجن. هدخلها بقى الفرن، طبعا زي الكيكه، على درجه حراره عاليه، على درجه حراره 180. هخلص بقى دي، واروح ايه غسله القالب، واروح حاطه فيها نص الكميه التانية، واطلعهم واقلبهم، وهوريكم برضو بعد ما عملتهم طلع شكلهم عاملين ازاي. هنا بقى رحت جايبه بصلايه، وقلت احمرها، وقطعت فيها فلفل عشان هجهز الرز. المره دي هعمل الرز اللي هو الصياديه البني مع السمك، مش هعمل الرز الاحمر. عايزه اقول لكم بقى، في الوقت ده كنت قفلت على الفرن وطلعت المولتن كيك وقلبتها. بس في حاجه، انا قبل كده كنت فتحتها معاكم كانت بتسيح وكده وحلوه. المرة دي عشان الجو شتا فما كانتش سايحة معايا قوي، كنت محتاجة ان انا ادخلها الميكرويف عشان ايه، تسيح معايا من جوه. بس هي النتيجة تحفة، وهتشوفوها دلوقتي، حاجة كده يعني زي بتاعت بره بالظبط. المهم بقى هنا ايه، حمرت بقى البصلة كويس جدا، ومع قرن حتة فلفل كده، شوحتهم لغاية ما احمروا كده عشان يدينا درجة الرز البني. وكنت بقى غاسلة الرز هنا كده زي ما انتوا شايفين، نزلت بقى على البصل، وهديله بقى كام تقليبة كده، وهظبط المية، واحط بقى ايه التوابل بتاعة الرز الصيادية. اساس الرز الصيادية في التوابل. هنا بقى طبعا كانت الكاميرا فصلت مني، بس انا حطيت كمون وملح وسنة كزبرة وسنة قرفة، يعني قرفة وكمون وكزبرة والملح. وقلبت الرز وهديت عليه النار ووطيت عليه وسبته على جنب. بعد كده هنا رحت جايبة بقى ايه الطاسة اللي بدأت ان انا احمر فيها السمك، ونزلت بأول سمكتين كده. وهنا بقى جبت الحلة دي عشان انا هجهز الجمبري. لو تلاحظوا ان انا عملت الجمبري بعد ما عملت الرز، لان الجمبري سواه بالظبط 5 دقايق. فانا قلت هحط الرز عقبال ما يستوي، كنا انا بقى على عين شغاله بحمر باقي السمك، والعين التانية شغاله بعمل فيها الجمبري، لان زي ما قلت لكم الجمبري 5 دقايق بالظبط. هنا بقى كنت ايه جبت زيت، وقطعت كده بصلايتين حلوين، وعايزه اقول لكم ركزوا جدا في طريقه شوربه الجمبري دي، تحفه تحفه، وهتشوفوا النتيجه هتبهركم في الاخر. هتشوفوا قد ايه الشوربه لونها تحفه ودسمه وحلوه. المهم بقى كنت ايه جبت طبعا تقدري تغيري في الخضار اللي انت هتحطيه في الشوربه ده، طبعا ده بيرجع عليكي انت، بس انا هقول لكم اللي انا بعمله. انا جبت البصلايه شوحتها في سنه زيت مع حته فلفل اخضر، ونزلت ايه بالجمبري. طبعا الجمبري الطازه هتلاقيه بقى بيتحول معاكي كده للون الاورنج الحلو. تعرفي بقى ان هو نوعه نضيف وايه وحلو وطازه. هنا بقى لو تلاحظوا كده اللون بدأ يبقى معايا اورنج كده زي ما انتوا شايفين اهو. هديله كده بس تقلبتين تلاتة. وطبعا النار التانية شغال عليها السمكة اهي. حطيت بقى كده معلقة من الدقة اللي عندي اللي انا قلت لكم عليها. طبعا لو مش عندك تقدري تستبدليها بنص معلقة صغيرة من التوم. شايفين بقى الجمبري اتحول لونه للاورنج ازاي، حاجة كده تحفة يا جماعة، بجد حلو جدا، احلى سمك تكليف الشتاء. المهم بقى كنت جايبة هنا كرفس، والكرفس بالنسبة لي حاجة أساسية بالجمبري، من غيره ما بحبش أعمل الجمبري، ريحة وطعم تحفة. جبت كده حزمة كرفس، بس طبعا ما حطيتهاش كلها عشان كانت كتير. خرجتها كده على الجمبري. وبرده من الحاجات الأساسية الحلوة للشوربة الفلفل الملون، جبت كده فلفل أصفر مع الكرفس، وسنة الدقة أو الثوم والبصلاية والفلفل، وقلبت كل ده في بعضه. وفي الآخر رحت جايبة ايه نص طماطمية كده أو طماطمية خفيفة. بس قلبت بقى ده كله في بعضه، وهظبط الملح بتاعي وهديله بقى المية بتاعته، وخلاص يبقى الجمبري كده ايه خلص معايا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كنت قلبت السمك بقى على الناحية التانية. حطيت بقى توابلي، سنة فلفل اسود بسيطة جدا، كمون وكزبرة وملح.
بس مش هحط فيها اي توابل تاني، لان انا عايزه نكهه الجمبري احس بيها، مش عايزه اضيع الجمبري في التوابل. المهم بقى هنا كانت السمكتين الاولانيين كده اتحمروا، بدات كان انا احط الاتنين التانيين زي ما انتوا شايفين اهو. وزي ما انتوا بقى شايفين كده الجمبري شكله تحفه يا جماعه. مليت بقى ميه كده، واحط بقى كده ايه الميه للجمبري، شوربه الجمبري اغطيه كله بالميه. طبعا الجمبري مش بياخد سوا خالص، 5 دقايق اول ما المية تغلي، غلوتين وهنقفل عليه على طول زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نغرف الاكل كده ونشوف هيبقى عامل ازاي. شايفين بقى الجمبري الشوربة بتاعته تحفة، شايفين اللون عامل ازاي. جربوا الطريقة الشوربة دي هتعجبكم جدا. غرفت كمان الرز الصيادية اهو، وقليت السمك وحطيته كده على المناديل يتصفى، وعملت كده طبق سلطة وبس كده. ده كان الغدا بتاعي النهاردة، عملنا كده شوربة جمبري تحفة يا جماعة. هو مفيد اصلا جدا. وكمان ادي المولتن كيك زي ما انا عملته وطلعته كده وريته لكم، رشيت عليه كده رشة سكر بودر من فوق، زي ما بنجيبه بقى من بره كده. شايفين بقى الشوكولاتة اللي سايحة من تحت دي. بس عايزة اقول لكم عشان الشتا كانت جامدة شوية. بس عايزة اقول لكم تحفة جدا، جربوا الطريقة دي هتعجبكم. وده كان الغدا بتاعي النهاردة، وده كمان كان الحلو. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.